قررت صير اب لهدول القطتين لمدة يوم كامل، والسبب اني عم جمع 24 ساعة مساعدة مجتمع. فاتصل فيني صاحبي وقال لي اعتني بالقطات تبعه لانه مسافر. فقمت جهزت حالي وركبت هالسيارة اول ما وصلت يا جماعة عطاني هذا السطل اللي هو مفروض القطاط بقلبه. ما بعرف ليش حاطهم بسطل زبالة، بس كانوا كتير خايفين. وعطاني رمل للقطاط وعطاني هذا الاكل اللي هو تقريبا تونة. وخليني هلا اورجيكم شو بقلب هالسله. وهلا هنعمل انبوكسنج للقطط. هي يا جماعه اول وحده لونها فضي وكتير حلوه. وهلا خليني طالع الثانيه. وهي يا جماعه القطه الثانيه. اكتبوا لي بالتعليقات اني اكثر وحده حبيتوها. بيربوا القطط حتى لو كان شكلها قطه شارع. هلا خليني جهز لهم المي والاكل تبعهم. جبت علبه التونه وفتحتها وحطيت بالصحن الثاني مثل ما لكم شايفين الرملات تبع القطط. وبدات هون اعبي لهم بهالرملات. هون بدأت أعمل لهم ديكور، جبت لهم هي الكنباية. وهذا يا جماعة التخت تبعه مثل ما لكم شايفين حطيت بقلبه صوف مشان يرتاح. كثير حبيت شكل التخت وكثير لابق لهم. هلا خليني أورجيكم البيت كامل. هذا الصالون، هذا المطبخ، هون عندك الحمام، وهون عندك غرفة النوم. شقة مثل هي بمصر أجارها فوق ال 5000. سميت هذا خالد كشميري والثاني سميته حامد. حبيت اختار أسامي بسيطة. بالبداية لقيتهم كثير خايفين وقاعدين مع بعض، فلحتى خليهم مرتاحين حبيت إني لاعبهم شوي. فجبت هي اللعبة وخلينا نجربها معهم. بدأت لعبهم يا جماعة وبدأوا يحسوا بالراحة شوي وصاروا ما يخافوا مني. بعد ما خلصنا لعب فرجتهم على شوية مقاطع على اليوتيوب، والغريب انه كانوا كثير مدموجين. هون بلشوا يتعبوا شوي فخليني نومهم، بس الشغلة الغريبة انه ما ناموا بالفيلا اللي عملت لهم اياها، ناموا على تختي انا وابراهيم. فخليني اصور لكم اياهم كيف نايمين. اخليهم يناموا وبنرجع لكم بعد شوي. طيب يا جماعة هلا هنجرب تجربة بشوفها على النت دائما انه القطاط بيخافوا من الخيار، والسبب انه بيفكروها تعبان، فخلينا نجرب. بدأنا التجربة ومثل ما لكم شايفين القطة عن جد خايفة من الخيار. هون ابراهيم كان عم يحاول ينوم هي القطة، وهي الثانية جنت صار ساعة عم تحاول تمسك ذيلها بس بدون فائدة. كان يوم كتير مسلي مع القطة، ماني متخيل اني حرجعهم لاصحابهم، بس للاسف هيك بنكون خلصنا وجمعنا ال 24 ساعة كوميونيتي سيرفيس مشان نتخرج من الهاي سكول. ولو عجبك محتواي اعمل لي فولو مشان تشوف يومياتي بامريكا.